ايه هي انواع صناديق الاستثمار؟ النوع الاول صناديق المؤشرات. دي صناديق بتمشي مع حركة المؤشر اللي تبعه، زي صندوق مصر ايكويتي بيتابع حركة المؤشر اي جي اكس 30، وصندوق بريتون 100 بيتابع مؤشر اي جي اكس 100، وصندوق بريتون وفرة وصندوق مصر شريعة ايكويتي بيتابعوا مؤشر اي جي اكس 33 شريعة. النوع الثاني صناديق الاسهم، زي وثائق استثمارية شركة صناديق المؤشر اي جي اكس 30 اي تي اف. شفت احفظ ده ازاي؟ لا برافو، اتفضل. الصندوق ده محفظة بيبقى فيها أسهم لشركات شغالة في قطاعات مختلفة موجودة في البورصة المصرية. وعندك صندوق أزمة فرص اللي بيستفاد من الفرص الموجودة في السوق، والصناديق دي بتكون مخاطرتها عالية. النوع الثالث صناديق السندات، بتستثمر في السندات الحكومية وسندات الشركات، وبتكون متوسطة المخاطر وهدفها إن هي تحقق دخل ثابت. النوع الرابع صناديق أسواق النقد، الاستثمار فيها بيكون قصير الأجل زي شهادات الإيداع أو أذون الخزانة، وبتوفر سيولة عالية للمستثمرين بحيث تقدر تسحب فلوسك بسهولة، وبتكون نسبة المخاطرة فيها قليلة لو قارنتها باستثمارات تانية. النوع الخامس الصناديق الإسلامية، بتستثمر في السندات أو أسهم الشركات اللي بتمشي مع مبادئ الشريعة، زي صندوق أزمة فرص شريعة يستفاد من الفرص الموجودة في السوق للنمو، وصندوق نعيم بيستثمر في أسهم شريعة، وطبعا معاهم بلوتون وفرة ومصر شريعة إيكوتي. الصندوق السادس الصناديق المتوازنة، بتجمع بين الاستثمار في الأسهم والسندات، فبتعمل توازن بين النمو المالي والحماية من تغيرات السوق. والنوع السابع صناديق القطاعات، بتركز على قطاعات معينة زي العقارات أو البنوك وغيره، وكل قطاع ليه مستويات مختلفة من المخاطر، وده بيرجع لك أنت من حيث نوع الصندوق اللي أنت عايز تستثمر فيه. لو عندك أي أسئلة اكتبها في الكومنتات.